عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا جدا من امبارح. هعمل بقى معاكم النهارده صينيه كنافه بالمانجا بدون جيلاتين وبدون اي رغي كتير، وبمكونات موجوده في كل بيت. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه. عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. ويلا بينا نبدا الفيديو. انا هبدأ الاول بشربات الكنافة، لان انا عايزة الشربات يكون بارد شوية، مش ساقع، يكون بارد شوية عشان خاطر الكنافة تبقى طرية. الاول حطيت كوباية سكر لكوبايتين مية. حطيت كوباية سكر لكوبايتين مية لان انا عايزة الشربات يكون خفيف، لان انا عايزة الكنافة تكون طرية. وبعد كده حطيت عليها عصرة ليمونة ورشة فانيليا، وسبتها تقلب حوالي 5 دقايق على النار. وبعد كده طلعتها. انا زي ما قلت انا عايزه الشربات يكون خفيف. وبعد كده سيحت نص كوبايه زبده في قلب صينيه. انا مش عايزه سياحه، مش عايزه اقدحها، لا انا عايزاها تسيح بس. واول ما الزبده كلها ساحت حطيت فيها الكنافه. زي ما انتوا عايزين، ممكن تحطوا سمنه، ممكن تحطوا زيت، زي ما انتوا عايزين، لكن انا فضلت الزبده. وبعد كده بدأت ان انا اشوح الكنافة بتاعتي لحد ما تاخد لون كده، تاخد لون ذهبي كده شوية. قلبت فيها حوالي 5 أو 10 دقايق على نار متوسطة. اول ما بدأت ان هي تاخد لون كده معايا هرفعها من على النار، وانا لسه بقلب فيها عشان ما تتحرقش من الجناب. بعد كده جبت البايركس بتاعي وبدأت ان انا انقل فيه الكنافة. وبعد كده صبيت عليه الشربات البارد. بعد كده بقى شلتها على جنب شوية لحد ما اعمل الطبقة التانية. انا حطيت هنا باكيتين من كريم الشانتيه، وحطيت عليهم كوباية مية باردة. وزي ما انتوا عايزين، عايزين تحطوا لبن، عايزين تحطوا حاجة، ولكن الكريم شانتيه اللي انا استخدمتها هنا كانت فيها سكر فما حطيتش سكر، ولكن زي ما انتوا عايزين ممكن تحطوا سكر عادي. بعد كده جبت الصينية بتاعتي وبدأت ان انا احط فيها الكريم شانتيه، وبدأت ان انا افردها كده كويس. وحطيت بقى الطبقة الأخيرة اللي هي المانجا. سهلة جدا وبسيطة وما خدتش مني وقت، في 10 دقايق وكانت جاهزة، وكان طعمها تحفة. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي، واشوفكم ان شاء الله بكرة في فيديو جديد.